الله يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. هنبدأ بقى دلوقتي ناخد أكتوبر ريفيجن، مراجعة شهر أكتوبر لجريد 4 لسنة رابعة ابتدائي. المراجعة هتكون عبارة عن حل أسئلة. الأسئلة دي شاملة على الجزء المقرر عليك بتاع شهر أكتوبر. هي أسئلة مهمة جدا جدا جدا، أنا هحلها وهفهمها لك، وهنشرح حتى الأجزاء المرتبطة بها بالمنهج إذا احتاجنا شرحها يعني. خلاص، الكل يركز كويس جدا جدا معايا في الشيت ده، وهبعت لكم الشيت ده حاضر على الجروب. خلاص طيب، هنبدأ بحل أسئلة اللي تشوز. أول حاجة تشوز ذا كوريكت أنسر. جايب لك أول سؤال هنا، بيقول لك يا سيدي الادابتيشن help the living organism in all the following characters except. احنا خدنا الادابتيشن وعرفنا ان الادابتيشن دي هي عبارة عن characteristics، صفات ومميزات. دي help the living organism، بتساعد الكائن الحي to survive and reproduce، بتساعده عشان ينجو وعشان يعيش. وقلنا examples عليها: اللونج نيك بتاع الجيراف، الرقبة الطويلة بتاع الزرافة، دي بتخليها تعرف تاكل ورق الشجر. والشارب تيث بتاع اللايون، الأسنان الحادة بتاع الأسد، دي بتخليه يعرف يعمل قط للفليش بتاع الميت، يقطع لحم الفريسة. خلاص، كل دي مميزات ربنا سبحانه وتعالى بيديها للحيوانات والكائنات الحية عشان تعرف تعيش. احنا قلنا على الكاركترستكس دي او المميزات دي adaptation. خلاص طيب، الادابتيشن بقى بيساعدهم على ايه؟ بيساعدهم ان هم surviving، ايوه صح، بس انا مش هختارها عشان هو عايز اكسبت، خلي بالك. طيب بيساعدهم انهم يعملوا ريبرودكشن، ايوه صح، بس انا مش هختارها برضو لانه عايز يكسب. ريبرودكشن دي يعني التكاثر، يخلفوا يعني. طب بيساعدهم ان هم يعملوا هايدنج، اللي هي التخفي، ايوه صح، لكن مش بيساعدهم ان هم يعملوا الديث، لان ديث دي يعني الموت. الادابتيشن بيساعدهم على الموت، اكيد طبعا ايه، لا. فانا هختار لتر دي. خلاص، ادي اول كويستشن. طيب، الكويستشن اللي بعده اللي هو نمبر 2: الستيرد اجاما ليزر، اللي هي سحرية الصحراء. دي يا باشا خلي بالك، دي live in the desert، دي بتعيش في الصحراء. بيقول لك دي could be pray for. pray for دي انا قلتها لك واحنا بنشرح، يعني معناها فريسة لي. الستيرد اجاما دي ممكن تبقى فريسة لانهي بريديتور من دول؟ البراون بير. البراون بير ده بريديتور بس مش هياكل الستيرد اجاما ليزرد. ليه؟ لان البراون بير مش بيعيش في الديزرت. انا عايز بريديتور من دول بيكون يعيش في الديزرت. الاركتيك فوكس، ردوا عليا، بيعيش في الديزرت الاركتيك؟ لا، لا بيعيش في لا اكيد طبعا، الاركتيك فوكس مش بيعيش في الديزرت، ده بيعيش في البولار كلايميت. يبقى انا مش هختار البولار بير برضه، لا مش بيعيش في الديزرت. لكن الوحيد اللي بيعرف يعيش في الديزرت وهو اللي هيبقى بريديتور للستيرد اجاما ليزرد هو الفينيك فوكس، هو اللي هيعرف ياكلها. تمام، خش على السؤال اللي بعده. طيب، الرابت could survive in polar habitat. بولار هابيتات دي احنا قلنا انها المنطقه اللي بتبقى ساقعه قوي، very cold temperature. فعشان الرابت يعرف يعيش هناك في الساقعه لازم الفرو بتاعه يكون ايه؟ ساك، يعني سميك وتقيل يدفيه، ايوه صح، بس تعالى نقرا الاجابات كلها للاخر. طيب، تان يعني لونه اصفر زي الرمل؟ لا طبعا. هيبقى لونه اصفر ليه؟ ده هو عايز يعمل كيموفلاج، هيبقى عشان يعمل كيموفلاج وسط التلج يبقى لازم لونه يبقى ابيض زي لون التلج. فهختار وايت، هو لازم يبقى سيك سميك عشان يدفيه، ووايت عشان يخليه يعمل كيموفلاج يتخفى. فانا هختار لتر دي، اللي هو بيقول لك ان الاجابه A و C الاثنين يمشوا، لان فعلا لازم الفار بتاع الرابط يكون سيك ووايت الاثنين مع بعض. الكلام جميل قوي. افتكر كده بقى الشغل اللي كنا بنشرحه في الكونسيبت الاول خالص. طيب، البنجوين. البنجوين ده اول حاجه بيعيش فين؟ بيعيش في الديزرت ولا بيعيش في البولار كلايميت؟ ها؟ كلام جميل قوي، اللي هي الانتاركتيكا دي منطقه قطبيه. يا عم ادم ما تكتبش على السكرين، الله يخليك، ما حدش يكتب حاجه على السكرين. طيب، فالبنجوينز فيت هاف بلاد فيزلز، عشان يعرف يمشي بقى على الايس اللي موجود في الانتاركتيكا لازم رجليه يكون فيها ادابتيشن عشان تعرف تمشي في الحته الساقعه دي. طيب، قلنا الادابتيشن اللي عنده عباره عن بلاد فيزلز، اوعيه دمويه وعروق زي اللي عندنا. الاوعيه الدمويه دي بقى برينج انهي بلاد اب، بتطلع انهي دم لفوق عشان يتدفى؟ الورم بلاد الدافي تطلعه فوق عشان يتدفى، ما هو اصلا دافي.
لا. الكولد بلاد الدم الساقع اللي في رجله اللي جنب التلج. ايوه فعلا، هو ده اللي هيطلع اب. اقول له برينج الكولد بلاد اب. خلي بالك، لو قال لك انهي بلاد اللي هو هيطلع اب لفوق قول له الكولد. الكولد بلاد هو اللي برينج اب، يطلع لفوق عشان يتدفى. لكن الورم بلاد بقى اللي هو دفيان هيطلع فوق. لا، ده بقى اللي موف داون، بينزل تحت عشان يدفي رجليه من تحت. خلاص، فلو سألك في الامتحان خلي بالك، الكولد بلاد ده برينج اب، لكن الورم بلاد لا يا باشا، ده موف داون، بينزل ايه، بينزل لتحت. كلام جميل قوي. على الله، المح حد الاقيه مش مركز او انادي عليه ما يردش عليا في لحظه. الاسئله دي مهمه جدا، هتفيدك في امتحان اخر السنه، وان شاء الله هتفيدك في امتحان شهر اكتوبر. هتسمع الاسئله دي والله وتخش الامتحان من غير ما تذاكر، تقفل وتجيب الدرجه النهائيه، بس لو انت فهمتها كلها وعارف الاجابات بتاعتها كلها. طيب نكمل. بيقول لك one of the adaptations that help an animal to protect itself from enemy. من الادابتيشن اللي بتساعد الحيوانات انها تحمي نفسها من الانمي، من الاعداء. طيب، عندك كيموفلاج وعندك اكستنكشن وعندك دايجيشن وعندك ريبرودكشن. بص بقى، الدايجيشن هتساعدها ان دي الهضم، تساعدها انها تهضم الاكل. طب هضم الاكل ده هيخليها تختفي من الاعداء؟ لا. طب الريبرودكشن انها تخلف وتولد كده هتختفي عن الاعداء؟ برضه لا. اكستنكشن ده انقراض، الانقراض هيخليها تختفي عن الاعداء؟ ده هي هتختفي خالص؟ لا برضه لا. لكن الكيموفلاج يا باشا اللي هو التخفي، التخفي هو اللي هيساعد الانيمالز انها هايد فروم الانمي، تستخبى من الانمي. خلاص. طيب نكمل. بيقول لك يا سيدي السؤال اللي بعده، الورم بلاد ترانسفير تو penguins feet through its ايه؟ الورم بلاد اللي فوق هينزل للبنجوينز فيت تحت عن طريق ايه؟ مين اللي هينقل البلاد؟ الفيزر؟ رد عليا، الريش هو اللي هينقل الدم؟ لا. طبعا لا. طب الهيد راسه؟ لا. السكين جلده؟ لا. لكن البلاد فيزلز، الاوعيه الدمويه، انا لسه قايلها لك في الاول. كلام جميل قوي. دي كام؟ البنجوين از وان اوف ذا ايه؟ البنجوين ده يعتبر فيش، سمكه؟ لا. مامل، ثدييات؟ لا برضه. بيرد، طائر؟ اه. البنجوين يا شباب ده يعتبر من البيردز، بس ده cannot fly، مش بيعرف يطير. تمام. question اللي بعده is considered as a behavioral adaptation in a living organism. انا قلت لك وانا بشرح يعني ايه behavioral adaptation ويعني ايه structural adaptation. افكرك في الفرق ما بينهم تاني سريعا كده. البيهيفيرال ادابتيشن ده ادابتيشن الانيمال بيعمله بمزاجه، او سلوك هو بيعمله، حاجه هو بيعملها. خلاص. لكن الاستراكشرال ادابتيشن لا، ده حاجه ربنا سبحانه وتعالى خلقها في الاستراكشر بتاع البادي بتاع الليفنج اورجانيزم نفسه. ربنا خلقها في جسم الكائن الحي، ايه، في جسم الكائن الحي نفسه. فنيجي على اول واحده كده، اللونج اير، الودن الطويله. لا يا باشا، الودن الطويله دي في تركيب الكائن الحي، وربنا خلقها في تركيب الكائن الحي نفسه، فدي استراكشر. انا عايز واحده بيهيفير. طيب، ليفنج ان بورو. مش ليفنج ان بورو دي الحيوان اللي بيحفر بمزاجه والحيوان اللي بيخش ينام فيها بمزاجه، صح ولا لا؟ صح. صح يا مستر. حلو. يبقى ليفنج ان بورو دي حاجه بيعملها بمزاجه، يبقى هي دي اللي بيفر ادابتيشن. فانا عشان خاطر كده انا ايه، انا هختارها اللي هي لتر بي. حلو الكلام قوي. تمام. ها يا شباب، مصحصحين معايا ولا نايمين؟ صحيح. طيب نكمل. نيجي بقى على الكويستشن نمبر 9. بيقول لك the following animals are structurally adapted to live in polar regions except. يعني كل الانيمالز اللي موجوده عندي دي ربنا سبحانه وتعالى اداها structural adaptation عشان تعيش في البولار ريجن اللي هي المنطقه الساقعه، ما عدا انيمال واحد بس. مين الانيمال واحد بقى الانيمال واحد بس اللي ما عندوش structural adaptation يخليه يعرف يعيش في البولار ريجن؟ تعال نشوف. البنجوين بيعيش في البولار ريجن؟ اه. لكن الفينيك فوكس بيعيش في البولار ريجون؟ ردوا عليا يا ابني. الفينيك فوكس بيعيش في الانتاركتيكا؟ لا طبعا، ده الوحيد اللي بيعيش في الديزرت، فده انا هختاره لتر بي. حبايبي حبايبي قوي. طيب نخش على اللي بعده، اللي تايه واللي كان واقع منه حاجات في الاول، يركز معايا ان شاء الله، دي هتخليك 100 100.
طيب when a panther chameleon، الحربايه ولا عليها حربايه النمر، لما تبقى stand on leaf of a tree، رد عليا كده، leaf of the tree بيبقى الكلر بتاعها ايه؟ ها؟ جرين. طب هي اما تقف على حاجه جرين مش كده هي هتحول الكلر بتاعها برضو لجرين، صح ولا لا؟ صح. انها بتلون نفسها بالبيئه اللي هي عايشه فيها، فهي كده الكلر بتاع السكيلز بتاعتها تشينجز انتو ايه بقى اما تقف على ورقه خضراء؟ اكيد الوايت، هتحول لوايت عشان تبقى باينه؟ لا، لجرين، خضراء. حبايبي شاطرين. طيب الفينيك فوكس، الفار بتاعه بروتكت ات فروم ايه؟ الفينيك فوكس ده اول حاجه بيعيش فين يا شباب؟ ها؟ في الديزرت. انتوا ممتازين قوي، فعلا الفينيك فوكس ده بيعيش في الديزرت. يبقى الفرو بتاعه بقى بيحميه من الكولد ويزر، الجو الساقعه. يا عم ساعة ايه يا عم، ده عايش في الصحراء اصلا، ده عايش في الديزرت. طب بيحميه من الويند؟ لا. بيحميه من الرينز؟ رينز ايه يا جدع انت اللي هتروح الديزرت دي، ده مفيش رينز هناك. لكن بيحميه من الهوت ويزر. الفار بتاع الفينيك فوكس بيحميه من الهوت ويزر. كلام جميل قوي. بس الفرو بتاعه مش زي الفرو بتاع البولار بير، خلي بالك. بتاع البولار بير بيحميه من البولار كلايميت ومن الكولد تمبريتشر، لكن بتاع الفينيك فوكس اللي بيعيش في الديزرت بيحميه من الهوت ويذر. خلاص، او الهوت تمبريتشر. ماشي نكمل. الاكسترا لارج نقطه في الفينيك فوكس، الفينيك فوكس ده بيعيش في الديزرت، وده عشان الودن بتاعته allows، تسمح للهيت to escape and cool the fox، عشان ودنه تخرج الحرارة الزيادة. ودنه دي بقى تكون large ولا تكون small؟ ها رد عليا. large. طب مين اللي large في جسمه وتخليه يخرج الحرارة اصلا؟ هي الايرز بتاعته. بيقول لك وعنده اكسترا لارج ايه؟ ايرز، وانا وريت لكم صورتها. الفينيك فوكس ودنه كبيرة قوي عشان يخرج الحرارة الايه؟ الزيادة. فطبعا هو عنده اكسترا لارج ايرز. نيجي على السؤال اللي بعد. the presence of a thick white fur is adaptation النقط. مين اللي عنده فرو سك سميك وتقيل يدفي ولونه وايت ابيض؟ مين في دول؟ البولار بير ولا الفينيك فوكس ولا الفورست بير ولا الستيرد اجاما ليزرد؟ مين؟ كل يقول يلا. بولار بير. انتوا ممتازين قوي، فعلا البولار بير. البولار بير اللي بيعيش في الانتاركتيكا او بيعيش في البولار كلايميت، الجو هناك ساقعه، ربنا بيديله فرو سميك سيك فر عشان يدفيه. شفت ربنا رحيم بيه ازاي؟ ما سابوش، خلقه في حته ساقعه بس اداله حاجات تساعده انه يعيش هناك. وبرضه خلى الكالر بتاع الفار بتاعه يبقى وايت. ليه؟ عشان يستخبى يا باشا وسط التلج، يعمل كيموفلاج امانج ذا سنو. تمام نكمل. نيجي على السؤال اللي بعده. البانثر كاميليون uses its نقط like hand. ايه الحته اللي في جسم البانثر كاميليون اللي بتستخدمها كهاند تمسك في ورقه الشجره؟ الاي بتمسك بعينيها ورق الشجره؟ رد يا ابني عليا. لا. لا. طيب التيل ديلها؟ ايوه. ايوه يا مستر، فعلا هي بتمسك التيل بتاعها ديلها يلف على الشجره وتمسك في الشجره جامد. فالتيل ده كان hold tightly the branch of the tree، بيمسك باحكام ايه؟ فرع الشجره. طيب كلام جميل. نيجي على السؤال اللي بعده. البانثر كاميليون buff up their body with air to نقط the enemy. بانثر كاميليون مش احنا خدنا انها بتنفخ جسمها جامد بالهواء، صح ولا لا؟ طب ليه بقى هي بتعمل باف their body with air؟ ليه بتنفخ جسمها بالهواء؟ عشان to play with the enemy، تلعب مع الأعداء يا راجل. لا طبعا. عشان eat with the enemy، عشان الحيوان المفترس اللي راح ياكلها تاكل معاه؟ لا طبعا. to sleep with the enemy، هتنام معاه وهو رايح ياكلها؟ لا طبعا. اما to scare the enemy، تخوف الانمي، فتشوفها بتتنفخ كده ايه، هتنفجر ولا ايه؟ يقوم واخد بعضه وجاري على طول. بس طبعا لو الكلام ده مع اسد، والله اتنفخت، فست، اتهوت، فتحت بقها، قفلت بقها، مهما تتنطط مش هيخاف وهياكلها على طول. طيب ناخد السؤال اللي بعده. بيقول لك في سؤال 16، مين اللي paint to lower their body temperature؟ مين اللي بيلهث زي الكلب؟
عشان يخفف درجة حرارة الجسم. to lower their body temperature. الويل، الدولفين اللي الحوت ولا ايه؟ الحوت هو اللي بيلهث زي الكلب؟ لا، لكن الفوكسز زي الفينيك فوكس هو اللي بيعمل بينت لايك دوج. هيجي لك السؤال ده في الامتحان، يجي يسألك مين اللي بينت to lower their body temperature، البنجون ولا البات ولا الفوكس ولا الويل؟ ترد عليه تقول له ايه على طول؟ فوكسز. فوكسز. شاطرين. طيب، مين اللي كان live in both fresh و salt water؟ مين اللي بيعرف يعيش في المية المالحة والمية العذبة؟ مين في دول؟ البولار بير؟ لا، البولار بير اصلا مش بيعيش في المية. طيب البنجوين؟ لا، ده البنجوين برضه مش بيعيش في المية، هو ساعات ينزل يستحمى في المية بس مش بيعيش في المية. الدولفين بيعيش، بس الدولفين ما بيعرفش يعيش في الاتنين. لكن البول شارك ده الوحيد اللي كان ليف ان فريش والسولت ووتر. خلي بالك هتجيلك في الاسئله برضو كده، لو قال لك مين اللي ليف في الفريش والسولت ووتر تقول له بول شارك على طول. طيب كلام جميل. قلنا البول شارك ده العرباجي بتاع الحوت، بتاع المحيط ولا ايه؟ محيط، بحر، اي حاجه. ده البلطجي بتاعهم، بياكل كل، بس ما بيقدرش طبعا على على الويل، ما بيقدرش على الحوت. مين بيقول لك مين في دول اللي buff up their body with air to scare the enemy؟ مين في دول بينفخ جسمه عشان يخوف الانمي؟ البات. رد عليا يا ابني، البات هو اللي بيخوف الانمي بينفخ؟ لا طبعا، الواد اللي هي البانثر كاميليون ده حبيبي. فعلا هي البانثر كاميليون هي اللي بتخوف الاعداء بتاعتها عن طريق انها ايه؟ buff up their body with air، تنفخ جسمها بالهواء. تمام. طيب، the body of the Arctic fox is covered with ايه؟ استنى كده يا مستر، وقف كده. هو الاركتيك فوكس ده يا شباب بيعيش في الديزرت ولا في البولار ريجون؟ ها؟ بولار ريجن. بولار ريجون. حلو الكلام. يبقى الجو هناك هوت ولا كولد؟ كول. كولد. حلو الكلام قوي. يبقى ربنا بقى يديله فرو سميك ولا فرو رفيع؟ لا، فرو سميك. طيب فرو يعني ايه اصلا؟ هل الفرو يعني سكين جلد؟ لا، لكن الفرو يعني فر، فربنا اداله فر بس سك فر، فرو سميك، خليه يعرف ان هو يتدفى. keep its body warm. تمام، كلام جميل قوي. نيجي بقى على السؤال اللي بعده. painting in Phoenix Fox belong to not adaptation. ان الفينيك فوكس يلهث زي الكلب كده، ده ادابتيشن نوع ايه؟ صلوا على النبي كده، قول عليه الصلاه والسلام، كل يفتح معاك ويجهز كده. هو انه يلهث زي الكلب يعني يطلع لسانه، مش ده بيعملها بمزاجه؟ صح ولا غلط؟ صح، بيعملها مفتاح. طيب طالما بيعملها بمزاجه يبقى كده هو على طول يا باشا يبقى behavioral adaptation، فاقول له only behavioral adaptation. كويس قوي. طيب نيجي على السؤال اللي بعده 21. all of the following from structural adaptation of Arctic fox except. كل دول structural adaptation ما عدا حاجه واحده. ايه الاستراكشر؟ ايه يا مستر الاستراكشر ادابتيشن ده تاني؟ استراكشر ادابتيشن دي حاجه في الاستراكشر بتاع البادي بتاع الليفنج اورجانيزم نفسه، ربنا خلقها في جسمه نفسه. طيب، ان هو عنده سيك فر، ايوه دي استراكشر. عنده شورت اير، استراكشرال برضه. عنده شورت ليج، استراكشرال برضه. لكن ايت اول تايب اوف فود، لا. ان هو ياكل كل حاجه دي مش في جسمه، دي حاجه بيعملها بايه؟ بمزاجه. فكده هنختار لتر ايه، لان لتر ايه الوحيده اللي بيهيفيرال. شباب انتوا صحصحين معايا؟ طيب نيجي بقى على السؤال اللي بعده. الانيمالز that live in hot environment have not ears to allow it to escape to be cool. اللي بيعيش في الهوت انفايرمنت في الحته الحر، ودنه تكون كبيره ولا صغيره؟ رد عليا، ها، كبيره ولا صغيره؟ كبير. كبيره. شاطرين قوي. فقول عنده لارج ايرز. طب ليه يا مستر؟ to lose the heat from its body، عشان يخرج الحراره من ايه؟ من جسمه. فطبعا اقول ان هو عنده large ears. اختار لتر سي. هبعت لكم ان شاء الله الشيت دوت تطبعوه وتحلوا برضو معايا من الحصه الجايه. السؤال اللي بعده. الفينيك فوكس has tan colored coat. tan colored coat هي الساندي colored coat، يعني فرو شبه الايه؟ لونه شبه لون الرمل. طيب ده بيخليه يعمل ايه في الانفايرمنت اللي هي الديزرت؟
ده بيعمل ريسبيريشن بيتنفس من الفار بتاعه؟ لا. بينتنج بيلهس من الفار؟ لا. كوميونيكيشن بيكلم صحابه بالفار؟ لا. بيعمل كيموفلاج يستخبى بلون الفرو بتاعه وسط الرمل. يعرف يعمل كيموفلاج في الانفايرمنت بالتان او الساندي كولرد فر. طيب لو حد، طبعا ما فيش حد فيكم معاه الشيت ده لسه، بس ماشي، طبعا هنكتب هنا كده ايه ساندي، هو الجرافيك حاضر اظبط. هي ساندي كولرد، هو التان كولر. طيب كلام حلو جميل يا مصر. نيجي على السؤال اللي بعد. Some plants have wide leaf in order to. النباتات اللي عندها وايد ليف، ورقة عريضة، زي الووتر ليلي. ليه يا مستر ربنا خلق لها ورقة عريضة؟ أقول لك يا حبيبي، الوايد ليف دي عشان تعمل أبسورب للصنلايت، تمتص ضوء الشمس. فsome plants have wide leaf in order to get more sunlight. خلي بالك من السؤال ده. ليه وايد ليف ورقة كبيرة؟ ليه؟ عشان تمص شمس كتير قوي. خلاص. طيب نيجي على السؤال اللي بعد. 25. From the structural adaptation of water lily. ايه الاستراكشر ادابتيشن اللي عند الووتر ليلي؟ ده انا لسه قايلها لك يا راجل. الووتر ليلي عندها وايد ليف عشان ايه؟ absorb او get more sunlight. فالووتر ليلي الاستراكشر ادابتيشن بتاعها ان عندها وايد ليف، ورقه تخينه وعريضه، زي اللي بتشوفوا ان الضفدع بينط فوق منها كده هو في المستنقع. المانجروف تري has long و strong root. ليه؟ خلي بالك المانجروف تري دي بتعيش في السولت ووتر زي ميه البحر، والميه البحر بيبقى فيه ويفز او موجات زي موجات بحر اسكندريه. فالويفز دي لو خبطت يا باشا في المانجروف تري ممكن تشدها وتقلعها من مكانها وتاخدها جوه. لكن لا، ربنا سبحانه وتعالى خلق للمانجروف تري سترونج روت، روت قويه قوي عشان تثبت جامد قوي في الارض وتعمل ريزاست. يعني ايه ريزاست؟ يعني تقاوم الووتر ويفز، هتفضل واقفه في مكانها. كويس قوي. طيب السؤال اللي بعده في 28. One of the behavioral adaptation of الاكاشيا tree. من البيهيفير ادابتيشن اللي موجوده في الاكاشيا تري، يعني الاكاشيا تري بتعمل حاجه بمزاجها. زي ايه؟ هل اللونج روت بتعمله بمزاجها؟ لا، ربنا اللي خلقها لها. طب الشارب سباينز بتعمله بمزاجها؟ لا برضو. طيب فيري تول ترانك، الترانك طويل قوي، بتعمله بمزاجها؟ برضو لا. لكن انها بروديوس بايزن، افراز السم، هو ربنا اللي اداها القدره على افراز السم، بس هي بتفرز السم وقت ما تبقى عايزه عشان تخلي طعم الورق وحش، فالزرافه ما تعرفش تاكل الليفز دي. خلاص. فالاكاشيا تري بروديوس بايزن لو تفتكر، عشان تخلي الجراف ما تعرفش تاكل الليفز بتاعتها. خلاص. طيب نخش على السؤال اللي بعده. الروتس اوف البالم بلانت هيلب ذيم تو ايه؟ الروتس بتاع نبات الايه البالم بلانت دوت يا حبايبي، انا قلت لك عليه بتاع شجره النخله. النخله دي غالبا بتعيش في الديزرت، والديزرت ساعات بيكون فيه هواء شديد قوي. مش الهواء الشديد ده ممكن يشيل النخله من مكانها ويوقعها؟ اه. فربنا يعمل ايه بقى عشان خاطر يخلي النخله دي متثبته جامد؟ يديها روت، روت قوي. طب والروت ده يخليها ايه؟ يخليها ستاند، او ستاند سترونج، تفضل واقفه بقوه against the wind، قاوم الويند بقوه، واقفه قويه كده قدام الويند. يا عم حمزه ما تكتبش على البورد، الناس تركز. طيب the tree that store water in its trunk is not. قلت لك الاكاشيا تري، نفكرك كده بقى بشويه حاجات عنها كده. اكاشيا تري دي كنا قلنا انها بتعيش في السافانا. اكاشيا تري ليف ان سافانا، والسافانا دي نص السنه بيبقى في رين وفي ووتر، النص السنه بيبقى دراي ومفيش نقطه ميه واحده. والعمل يا جدعان، الاكاشيا تري دي بقى في النص اللي مفيش فيه ميه تعمل ايه؟ قال لك ربنا سبحانه وتعالى خلق الترانك اللي هو الجذع بتاعها بيعرف يعمل ستور للووتر، يعني تخزن الميه في الترانك لما يبقى في مطر في النص اللي فيه مطر.
تخزن الميه عشان لما يجي الدراي سيزون يبقى عندها خزين تشرب منه زي الجمل كده. خلاص، فالاكاشيا تري هي اللي بتعمل ستور للووتر، وده من الادابتيشنز اللي عندها اللي بيخليها تعرف تعيش في الايه، في السافانا فورست. خش على السؤال اللي بعد. بص، اكاشيا تري والكابوك تري هاف ذا سيم نقط. يا خبر ابيض يا مستر. الاكاشيا كانت بتعيش في السافانا، الكابوك كانت بتعيش في الامازون رين فورست اللي في البرازيل. الاثنين ليهم نفس الهابيتات؟ لا، لان دي بتعيش في السافانا ودي بتعيش في الامازون. هابيتات يعني موطن. خلاص، فانا اقول لك الهابيتات بتاعي انا في ايجيبت. خلاص. طيب، الشيب ليهم نفس الشيب. اه، هي دي الوحيده اللي تنفع على فكره، ليهم نفس الشيب لان الاثنين عندهم امبريلا شيب، ليهم نفس شكل الشمسيه كده. لكن ما لهمش نفس الروت ولا ليهم نفس الترانك. طيب، نيجي على السؤال اللي بعده. 32. في دراي ديزرت، في الصحراء الجافة اللي مفيش فيها ولا نقطة مية، most plants need نقط to get water from the sandy soil. يا نهار أبيض. النباتات اللي بتعيش في الديزرت مفيش مية فوق، تعمل إيه؟ تنزل للجراوند ووتر تحت. المية الجوفية، المية الجوفية قلت لك زي مية البير، البئر. الناس بتحفر عشان تجيب مية من تحت الأرض ولا عليها جراوند ووتر. طبعا البلانت برضو عايز ينزل يجيب الجراوند ووتر دي. فعشان رد كده انت عليا وجهز، عشان يجيب الجراوند ووتر بقى، الروت بتاعه يبقى قصير ولا طويل؟ ها؟ طويل. طويل، عشان يطول يجيب الميه، فربنا بيديها ايه بقى؟ لونج روت. لونج روت. تمام. طيب، 33. all of the following living organisms live in the desert except. كل دول بيعيشوا في الديزرت ما عدا حاجه واحده. البالم تري بتعيش في الديزرت، انا مش هختارها عشان هو عايز يكسب. الباين تري، اصلا الباين تري بتعيش في الفوق، في اسمها ايه دي، في السنو، في التلج. دي شجره الكريسماس كلها تلج، فدي مش بتعيش في الديزرت، فانا هختار لتر بي. كل الحاجات دي على فكره والله احنا كنا حلناها مره، بس دي كانت مراجعه كده بقى، يلا عشان خاطر تقفل امتحانك بتاع شهر اكتوبر، وعرفوني برضو عملتوا ايه. وان شاء الله برضو تنفعنا في المراجعه النهائيه، برضو لما اجي اراجع لك تاني تبقى انت كده ايه في المراجعه النهائيه، مراجع مره واثنين ومذاكر مره واثنين. طيب، سؤال 34. مين اللي passes the food from الفورنكس to stomach؟ هنخش بقى على الدايجستيف سيستم بقى. بص بقى، افكرك بالدايجستيف سيستم والاورجنز بتاعته. اول حاجه الاورجن، اول اورجن في الدايجستيف سيستم هو الماوث، هو البق. في تيس وفي طانج، في تيس وفي طانج. وبعد كده الثروت اللي هو الزور بتاعك. بعد كده انبوبه طويله بتنقل الاكل من بقك ومن زورك توديه للاستومك، الانبوبه الطويله دي اسمها اسوفيجاس. وبعد الاسوفيجاس الاستومك. بعد الاستومك السمول انتستين. بعد السمول انتستين اللارج انتستين. وبعد اللارج انتستين الانس. هنا بيسألك السؤال، مين اللي باسز ذا فود، مين اللي بيودي الاكل من الثروت للاستومك؟ ها، كل يرد كده يقول اجابه. اسوفاجس. الله عليك، اللي قال اسوفيجاس دوت كينج. اسوفيجاس ممتاز. الاسوفيجاس هو اللي بينقل الفود من الايه، من الثروت للاستومك. شاطرين قوي. طيب، الدايجيشن بروسيس بيجنز النقط. ها، اول حاجه بتبدا بيها عمليه الهضم. الدايجيشن بروسيس بتبدا لما بدخل اكل فين؟ في ستومك ولا اسوفيجاس ولا ماوس ولا سمول انتستين؟ ها؟ ماوس. الله عليكم، ممتازين جدا في الماوس. الدايجيشن بروسيس دي begins in the mouse، بتبدا بالماوس. تمام. 36. the food move into the stomach through نقط. الاكل بيعدي ويروح للاستومك من خلال ايه؟ من خلال الاسوفاجاس برضه. هو ايه يا جدعان السؤال ده اتكرر، مش مشكله. بيروح للاستومك الاكل من خلال الايه، الاسوفاجاس. طيب، 37. the long winding tube that is more than 6 meter long is called نقط. مين اللي في جسمك اللي طولها اكتر من 6 متر؟ طبعا دي السمول انتستين، اللي هي بيقول عليها المنبار، بس طبعا احنا مش بناكل المنبار بتاع جسم الانسان، بناكل بتاع الحيوانات. فطبعا طولها بيبقى 6 متر. خلاص، السمول انتستين. طيب، مين اللي بيعمل crushing the food in your mouth is the function of نقط. مين اللي بيطحن وبيمضغ الاكل، الاستومك ولا التونج ولا السلايفا ولا التيز؟ ها؟
تي. تيس حبايبي حبايبي، وكفاءة فعلا. التيس هي اللي بتمضغ الاكل، هي اللي بتعمل كراشنج ذا فود. طيب الاندايجستد فود بقى يا باشا، الاكل اللي هو ما اتهضمش، انت ما مدغتوش كويس. ده باس فروم ذا سمول انتستين، بيخرج من السمول انتستين ويروح لمين؟ بيروح طبعا لللارج انتستين. خلاص، الاكل بعد ما بيعدي على السمول انتستين يخش بقى على الايه؟ على اللارج انتستين. طيب في اللارج انتستين نوت از absorbed from the undigested food. اللارج انتستين لما الاكل يخش فيها بقى اللي هو الاندايجستد فود اللي هيخرج على المجاري، اللارج انتستين تقول له اقف عندك قبل ما تخرج يا باشا، طلع كل الووتر اللي معاك ده احنا عايزينها. ينفع كده خرج الاندايجستد فود على المجاري ومعاه الليكويد اللي هي ممكن تبقى مثلا عصير ووتر وحاجات حلوه؟ لا يا باشا، اسمها ايه دي، اللارج انتستين تقول له لا، طلع كل الليكويدز اللي معاك واخرج انت يلا. فتخرج وتعمل ابسورب لكل الووتر اللي موجوده معاه، فالووتر از ابسوربد. الكلام ده في ايه؟ من الاندايجستد فود في اللارج انتستين. كلام جميل قوي. محدش يكتب على الشات. نيجي على السؤال اللي بعد. in the process of inhalation. inhalation يعني ايه؟ يعني باخد نفس ادخله جوه، بعمل كده، بشفط الهواء. الهواء اللي داخل بقى بيبقى شايل معاه ايه؟ انا محتاج ايه اصلا من الهواء ده؟ طبعا اكسجين. الهواء اللي داخل ده بيبقى شايل اكسجين. خلاص، لكن اللي خارج during الاكسهاليشن، اكسهاليشن يعني بنفخ، بيبقى خارجه معاه ايه؟ كربون دايوكسيد. لكن في الانهاليشن اكسجين. تاني، في الانهاليشن اكسجين داخل، لكن في الاكسهاليشن في الزفير بخرج خارج ايه؟ كربون دايوكسيد. كلام حلو وجميل. نيجي يلا على 43. all the following are components of the digestive system except. كل دول تبع الدايجستيف سيستم. كل يقول كده صح ولا غلط معايا؟ يلا. اللارج انتستين ده موجود في الدايجستيف سيستم، صح ولا غلط؟ صح. حلو. السمول انتستين؟ صح. طيب الاستومك؟ صح. طيب اللانجز موجوده؟ لا. فانا طبعا عشان قال لك اكسبت فانا مش هختار الايه؟ اللانجز. طيب نيجي على السؤال اللي بعده 44. ركز معايا والله، اللي فهم الاسئله اللي فاتت ده اهي ان شاء الله هيكمل. خلاص قربنا نخلص اللي تشوز اهو ان شاء الله. لو انت فاهم الاسئله 100%، وباذن الله لو انت عارف اجابات كل الاسئله وخلاص عرفتها، هتجيلك على فكره الامتحان اسئله من دي، هتقفل وتجيب اعلى الدرجات ان شاء الله. خلاص، فدي اهم اسئله جايه من كتاب المدرسه واللي كانت موجوده في امتحانات السنين اللي فاتت. عشان نشوف بقى، حتى انا ممكن اعمل لكم الاسئله دي في لعبه برضو كده تبقى تلعبوها عادي مش مشكله، وتبقى لعبه كبيره وحلوه. فركز كويس معايا بقى. طيب الباسج اوف الاير ديورنج الانهاليشن. ديورنج انهاليشن يعني شهيق، يعني بدخل الهواء. طب الهواء اول حاجه بيخش منين؟ ها، بيخش منين الهواء؟ من النوز. بعد كده يعدي على الثروت، الثروت اللي هو الزور. بعد كده يعدي على حاجه اسمها التراكيه، التراكيه. وبعد كده يخش على اللونجز. ما انا افكرك تاني بالاورجنز بتاع الريسبيراتوري سيستم، الجهاز التنفسي. نوز، بعد كده الثروت اللي هو الزور. بعد كده هنا بقى بقول ايه؟ تراكيه. الانبوبه اللي بتنزل الهواء اسمها تراكيه، لكن اللي بتنزل الاكل اسمها ايسوفيج. الانبوبه اللي بتنزل الهواء اسمها تراكيه. بعد كده التراكيه تدخله بقى على الايه؟ على اللونجز. تمام، فهنختار لتر دي، نوز، بعد كده ثرات، بعد كده تراكيه، بعد كده لونجز. تمام. الفيش بقى، طبعا احنا بنشرح قلنا الفيش دي ما بتعرفش تتنفس هواء زين، يعني لو خرجتها فوق في الهواء هتموت. طيب انا كمان لو نزلت باللانجز بتوعي تحت الميه، اندر ذا ووتر، اللانجز دي مش هتخليني اعرف اتنفس وبالتالي انا هموت. طب ازاي بقى يا مستر السمكه بتتنفس تحت الميه عندها لانجز برضو؟ اقول لك لا طبعا، ربنا خلق لها ستراكشر ادابتيشن تاني اسمه الجيلز، الخياشيم. الخياشيم دي بتخليها تعرف تعمل ابسورب للاكسجين فروم ذا ووتر، بكده تكون اتنفست. تمام. طيب يبقى يجي يسالك في الامتحان يقول لك الفيش اكستراكت اوكسجين اوف ذا ووتر باي نقط، تختار ايه على طول؟ جيلز. جيلز. كويس قوي، شاطرين. تمام، روح بسرعه وتعالى يا عم ادم. طيب الجيلز in the fish are considered as ايه؟
الجيلز دي بقى مش ربنا اللي خلقها لها، صح ولا غلط؟ أيوة. فاكيد طبعا تبقى structural adaptation. الجيلز structural adaptation. خلي بالك السؤال ده مهم جدا، بيجي في الامتحانات كتير. هيجي يسالك في الامتحان الجيلز دي تعتبر behavioral ولا structural؟ تختار له structural. عمال اقول لك مهم، عمال اقول لك هيجي في الامتحان، محدش يغلط فيه. الجيلز دي تعتبر structural adaptation. الاسئله اللي بقول لك عليها مهمه دي تاخد بالك منها كويس قوي. يبقى تاني لخامس مره عمال اكد على السؤال ده عشان ان شاء الله ده هيجي لك في الامتحان، سواء اخر السنه او السؤال بتاع الشهر ان شاء الله يعني. الجيلز تعتبر ايه؟ structural adaptation. تمام. الامفيبيانز بقى قلت لك الامفيبيانز دي معلمه، دي حطها على اللاند هتعرف تتنفس، انزلها تحت الميه هتعرف تتنفس برضه. سبحان الله. الامفيبيانز دي حاجه غريبه شويه. فدي فوق الميه بتاع عندها لانجز زينا فتعرف تتنفس، لكن اندر ذا ووتر بقى بتستخدم ايه؟ ما عندهاش جيلز لكن بتستخدم السكين بتاعها، الجلد بتاعها. فالامفيبيانز زي الطاد والفروج والسلامندر دول كده بيستخدموا السكين بتاعهم تو اسمهم ايه، بريذ ان اندر ذا ووتر، او ابسورب الاكسجين فروم ذا ووتر من خلال السكين بتاعهم. تمام. بسرعه يا اسيل وتعالي. طيب السؤال اللي بعده، خلاص قربنا نخلص اللي تشوز، وبعد كده هخش على ترو فولس، وبعد كده جيف ريزون وات هابن. هروقكم بس مش النهارده، مش هناخد كله النهارده، ما تقلقش، النهارده والحصه الجايه. طيب when exposing to danger، لما بتعرض للدينجر وموقف خطر، مين الكينج اللي في جسمي بيخليني استجيب للخطر وبيخليني افكر واركز؟ مين؟ البرين. والبرين تبع النيرفس سيستم كويس قوي. فالنيرفس سيستم اللي منه البرين هو اللي هيلب تو ريكوجنايز اند افويد ات، اللي بيخليني افهم وابقى عارف ان في دنجر حوالين مني هو البرين. والبرين طبعا ده تبع النيرفس كويس. طيب which of the following can turn its head on all direction؟ ده اللي انتوا اللي هترد عليه بقى، ده يعني ده حاجه عبيطه قوي. مين اللي بتلف راسها في كل الاتجاهات؟ ها؟ الاول. ده احنا حلناه كتير قوي. الاولز البومه هي الوحيده اللي بتعرف تلف راسها في كل الاتجاهات فعلا. طيب المونجوسز ده اللي هو النمس المصري، ده communicate together by producing ايه؟ producing sounds. حتى انا سمعته لكم، سمعت لكم الساوند بتاع المونجوسز دوت على اليوتيوب. خلاص تمام. فدوت بيتواصل مع بعض عن طريق الساوند. الانيمالز بقى that become active at night، الحيوانات اللي بتشتغل بالليل بيبقى اسمها diurnal animal، حيوانات يوميه؟ لا. endangered animal، حيوانات قربت تنقرض؟ لا. nocturnal animal، حيوانات ليليه؟ فعلا nocturnal animal، ودي مهمه. الانيمالز اللي هي اكتف ات نايت بيبقى اسمها نوكتورنال انيمال. والسؤال ده مهم، جبته لك في امتحان، وجبته لك في لعبه، وجبته لك في المراجعه، وحليناه في الكتاب المعاصر، وحليته لك كمان مره واحده اهي كمان. وممكن في ناس تغلط فيه لما يجي لها في الامتحان، انا مش عارف ازاي بقى. الانيمالز اللي هي اكتف ات نايت، السؤال ده برضه مهم قوي، بيجي في تقريبا معظم الامتحانات. الانيمالز اللي هي اكتف ات نايت ده نوكتورنال انيمال. وعلم جنب السؤال ده ان برضه ده بنسبه 90% جاي لي ان شاء الله يعني. طيب ايوه قربنا نخلص، ركز بقى معايا. طيب مين هي اللي مين كنترول سنتر ان ذا بودي اوف ا ليفنج اورجانيزم؟ مين اللي بيتحكم في اي حته في جسمي؟ رد عليا، ها؟ برين. برين حبيبي، كفاءة فعلا. البرين هو اللي بيعمل كنترول لاي حته في جسمي. شاطرين قوي. طيب الowls have all the following properties to sense distance prey except. بص distant prey يعني الفريسة البعيدة. فالاول بقى بتعرف تسمع الفريسة البعيدة عن طريق كل الحاجات دي ما عدا حاجة واحدة. large eyes، head that turn in all direction هي عندها ball shaped face عندها لكن هي الاول عندها weak sense of hearing، سمعها ضعيف يا شباب. لا. عشان خاطر كده انا هختار الويك سنس اوف هيرنج دي. ده الاول ده بيقول لك ده تسمع دبة النملة وهي بتتحرك، بس طبعا دي كناية، مش بتسمع النملة يعني ولا حاجة. طيب 55 البات يوز نوت تو جيت انفورميشن اباوت ذا سراوندينج. البات بيستخدم ايه؟ نوز، مناخيره؟ لا.
التانج لسانه لا، عينه لا، لكن الايرز خلي بالك دي اير شخبط على دي ما ينفعش دي تبقى موجود. بيستخدم الايرز بتاعته، بيستخدم ودنه، بيستخدم ودنه عشان هو بيعمل ايكولوكيشن، فبيتعمد على صدى الصوت، فالصوت ده بيسمعه بالايه؟ الايرز بتاعته. كلام حلو. وافكرك برضو بالسينس اورجانز اللي عندنا. انا معايا النوز ودي الاورجانز بتاع السميل، معايا الاير ودي الاورجان بتاع الهيرنج، معايا الاي ودي الاورجان بتاع السايت، معايا التونج ودي الاورجان بتاع التيستنج، معايا السكن وده الاورجان بتاع التاتش. مهمين قوي دول، جبتهم لك مره وكمان مره اهي. طيب النيرفس سيستم بتاع الماملز ده بقى كونسيست اوف ايه؟ النيرفس سيستم بتاعنا انا زي ما شرحت لك قبل كده انه بيكون من البرين، ده الرئيس، والسباينال كورد ده قائد الجيش، وبعد كده النيرفس بقى الاعصاب المنتشره في الجسم كله اللي هم الجنود بقى. خلاص. فالنيرفس سيستم بتاع الماملز الثدييات اللي هم منهم احنا البرين والسباينال كورد والنيرفس، مهم ده برضو قوي، خلي بالك منه. مين اللي يا جدعان روح يا حبيبي بسرعه وتعالى الحمام. بعد كده يا شباب كله يخش الحمام قبل الحصه عشان ما يفوتوش حاجه. الميتنج سيزون بتاع الهامباك ويل، موسم التزاوج بتاع الهامباك ويل، بيتجوزوا امتى؟ طبعا بيتجوزوا في الوينتر. الميتنج سيزون بتاع الهامباك ويل هو الوينتر سيزون، وساعتها بيطلع هاي بيتش ساوند عشان الهاي بيتش ساوند ده كان ترافل ثرو ذا كولد ووتر، صح؟ خلاص تمام. لكن الفيدنج سيزون بتاع الهامباك ويل، الفيدنج سيزون موسم التغذيه اللي بياكل فيه هو السمر. هو بيتجوز في السمر في الصيف؟ لا، بياكل في الصيف وبيتجوز في الشتاء. خلاص. فالميتنج سيزون بتاع الهامباك ويل هو الوينتر، لكن الفيدنج سيزون هو السمر. الوينتر بيطلع هاي بيتش ساوند، وفي السمر بيطلع لو بيتش ساوند. تمام. خلاص قربنا نخلص التشوز اهو. السنس اورجان collect information and send signals to not for processing understanding. برضو كمان مرة، مين اللي بيعمل processing understanding؟ رد عليا. برين البرين حبايبي، فعلا البرين هو اللي مسؤول عن الاندرستاندينج. طيب مين اللي يوز الايكولوكيشن باونسنج هاي بيتش ساوند ان ذا اير؟ واحد بيستخدم ايكولوكيشن ايه يا مستر؟ طب ما الدولفين والبات بيستخدموا ايكولوكيشن، بس اقول لك يا ذكي، واحد بيستخدم ايكولوكيشن في الميه في الووتر هو الدولفين، لكن البات ده بيستخدم ايكولوكيشن في الاير يا غالي. ايكولوكيشن في الاير. كلام حلو جميل. طيب locating food is the rule of no. locating food انه يدور على الاكل. مين في الانيمالز او في الانتس دي هي اللي بتخرج تدور على الاكل؟ الكوين هي اللي بتخرج تدور على الاكل. لا النيرس انت لا، قلنا دي بتقعد جنب البيبي الصغير وبتقعد تاكله وبتقعد تجيب اكل، فاول ما يحصل فيه نقص في الاكل تبعت سميلي مسج لمين؟ للسكاوت. فالسكاوت انت هي اللي هتخرج تعمل لوكيتنج للفود، لكن السولدر لا، السولدر بيحمي. وبس كده خلصنا الايه الترو والفولس. ها يا شباب، في الدنيا تمام ولا في مشاكل؟ تمام يا ميس. حلو الكلام قوي، تمام يا مصر. طيب هديكوا بريك لمدة دقيقة، دقيقة واحدة، اللي عايز يروح حمام عايز يشرب ويجي يلا عشان هنكمل تاني. يلا ترو فولس، مش هناخده كله، هناخد شوية منه كده بس عشان عارف ان ممكن تبقى تقيلة عليك شوية. طيب نبدأ يلا. السيك بص وايت النهارده فار. خلاص بقى. السيك وايت فار، سيك يعني تقيل، وايت يعني ابيض. اللي موجود في البير اللي بتعيش في البولار ريجونز ده ادابتيشن موجود في الدببه اللي هي بتعيش في البولار ريجونز زي البولار بير، صح ولا غلط؟ ها قولوا انتوا. صح، فعلا ترو، شاطرين. بير از كفرد وذ سيك فر. البولار بير عنده سيك فر، ايوه فعلا، عشان يدفيه، صح. طيب البولار انفايرمنت اللي هي منطقه كلها تلج قطبيه، الساندي colored fur of ايه of الكراكول help it to blend in it with the snow. يعني في البولار انفايرمنت اللي عند التلج الكراكول بيبقى عنده ساندي كولرد لون زي الرمل؟ لا طبعا غلط، لان في البولار انفايرمنت
لازم يبقى عنده وايت فار عشان يستخبى وسط التلج. تمام. The ears of an Arctic fox are longer than those of a Fennec fox. ودن الاركتيك اللي بيعيش في السنو اطول longer than الفينيك فوكس اللي بيعيش في الديزرت. رد عليا. لا غلط. فولس. شاطرين جدا. تمام. all types of shark live in fresh water. كل الشاركس بتعرف تعيش في الفريش ووتر؟ لا طبعا، ده هو واحد بس البول شارك اللي بيعرف يعيش هنا وهنا. طيب الفوكسز have a strong sense of hearing. الفوكس عنده sense of hearing عالية قوي، بيعرف يسمع جامد. ايوه طبعا، ده لانه عنده large ears. الكلام ده فعلا true. تمام. the migration of birds. هجرة الطيور to search for food عشان تدور على اكل. ده يعتبر behavioral adaptation. مش يا شباب الهجرة بتاعت الطيور دي كده هي بتعملها بمزاجها، صح ولا غلط؟ صح. يبقى هي behavioral adaptation. فطبعا دي تبقى ايه؟ تبقى true. تمام. السؤال اللي بعده نمبر 10. some animals that live in cold have a long ear. الحيوانات اللي بتعيش في الحتة الساقعة بتبقى ودنها طويلة عشان تخرج الحرارة؟ لا طبعا، لا طبعا. ده اللي بتعيش في الكولد انفيرمنت محتاجة ودن صغيرة عشان ما تخرجش حرارة كتير فتفضل متدفية. طبعا الكلام ده فولس. تمام. adaptation is the change of the structure or behavior of an organism's body to survive. ايوه فعلا. adaptation ممكن يبقى structural وممكن يبقى behavioral. صح. البولار بير have extra large ears to lose heat. البولار بير عنده ودن طويلة عشان يخرج الحرارة. رد يا ابني انت على انت اهو. فوق. شاطرين. طيب الفينيك فوكس feed on fruits only. الفينيك فوكس مش بياكل الا فروتس بس. فولس طبعا. ممتازين قوي. كويس. ده الفينيك فوكس ده بياكل اي حاجه. فيجيتابلز شغال وهياكل، فروت شغال وهياكل، لحمه ميتس هياكل. طيب جثه ميته هياكل برضه، اللي هي ريمينز اوف ديد انيمالز هياكل برضه. حتى الروتس اوف البلانتس هياكل برضه. ما بيقولش لا على اي حاجه، بيحمد ربنا وبيس ايده وشه وضهره. طيب الليفنج اورجانيزم can adapt their environmental conditions through the structural adaptation و behavioral adaptation. ايوه فعلا صح، لان living organism بيبقى عندها structural adaptation وعندها behavioral adaptation. كلام جميل وحلو. طيب ثواني. البيهيفيرال ادابتيشن ده، رد اسمع بقى انت اللي هتجاوب، انت كله هيجاوب في دي. البيهيفيرال اللي هو السلوكي ده change in the body structure، تغير في تركيب الجسم. بص طبعا لا، ده الاستراكشرال ادابتيشن. طيب الاكاشيا تري هي اللي live in the Amazon forest. الاكاشيا بتعيش في الامازون؟ خطأ. بص ده الاكاشيا بتعيش في السافانا، لكن الكابوك هي اللي بتعيش في الامازون. طيب فطبعا دي برضه هتكون ايه؟ فولس. طيب 17. البلانتس have two type of adaptation structural و behavioral. رد انت. شو. ترو فعلا، لان البلانتس فعلا عندها adaptation ممكن يبقى structural وممكن يبقى behavioral. حتى البلانتس فدي ترو فعلا. شاطرين قوي على فكره. طيب النيدل leaf of a pine tree. عارفين الباين تري بتاع الكريسماس؟ طبعا النيدل ليفز بتاعتها عامله زي الشوكه. help them to lose water. اكيد طبعا لا، فولس. لان انا شرحت لك ان الوايد ليف الكبيره هي اللي بتساعدها انها تعمل لوز للووتر عشان بيبقى فيها فتحات كتير قوي على ستومات. لكن النيدل ليف الورقه رفيعه دي بتعمل منتين للووتر، بتحافظ عليها مش بتخليها تعمل لوز للووتر. الكلام ده فولس. طيب نيجي على السؤال اللي بعده. animals can't eat البربري فيج. البربري فيج ده حد عارف ايه هو البربري فيج؟ اديني الشوكة. الله عليكم، الله عليكم فعلا. الانيمالز كانت ايت الباربري فيج لو قلت لي الشوكي because of their sharp spines. الكلام ده صح ولا غلط؟ ترو. ممتازين. الحيوانات مش بتعرف تاكل باربري فيج عشان عنده سباينز شوك. ممتازين جدا. طيب the stomach is an important organ in the digestive system. الاستومك تبع الدايجستيف سيستم. ايوه فعلا صح. صح. لكن لو جه قال لك الاستومك تبع الريسبيراتوري تقول له ايه؟ فولس. ممتازين جدا. طيب
all living organisms need food واكسجين to get energy. ايوه صح، لازم احنا ناكل يبقى معانا فود ونتنفس اكسجين، بريد اكسجين، عشان يبقى عندنا انرجي. كويس صح. تمام. الدايجيشن بروسيس begins in the stomach. يعني اول حاجه بتخش فيها الفود في الستومك. فولس. فولس طبعا. شاطرين. we eat food to obtain energy. انا باكل عشان يبقى عندي انرجي. ممتازين جدا. طيب 24 التيث السنان crush food inside your mouth during chewing. سنانك بتمضغ الاكل ولما بتاكله. اكيد طبعا ترو. ايوه، امال هنمضغ بايه؟ يعني همضغ بلساني؟ اكيد طبعا الكلام ده ايه؟